فرحك لسه ما خلصش من كام يوم، والورد لسه ريحته في البيت، وهدومك لسه على شماعة الأوضة وانتي قاعدة بتتفرجي على صورك. تحسي بدقات قلبك هادية وابتسامة رضا على وشك، وفجأة من غير أي مقدمات تفتحي صور فرح واحدة صاحبتك وتقفي وتتنفسي نفس طويل وتهنسي لنفسك. ليه الفرح بتاعها أحلى من فرح؟ اللحظة دي ملامح وشك بتتغير، والابتسامة اللي كانت ملياكي بتتحول لعلامة استفهام كبيرة، وتبدأي تدوري على كل تفاصيل ناقصة حتى لو محدش لاحظها. أهلا بيكم في الحلقة السابعة من بودكاست على مزاج العروسة، البودكاست اللي بيفتح لك الكواليس اللي محدش بيحكي لك عنها وبيفك المشاعر اللي بتمر بيها قبل وبعد الفرح. أنا مختار، منظم حفلات ومصمم لحظات، والنهاردة هنتكلم عن حاجة بتأثر على أي عروسة مهما كانت شخصيتها ومهما كانت قوة ثقتها بنفسها عالية. حاجة ممكن تسرق إحساسك بالإنجاز في ثواني، وهي المقارنة. والمقارنة مش بس شعور، هي مرض معدي بتبدأ في لحظة وتفضل تكبر جواك لحد ما تبتلع كل الذكريات الحلوة. نيجي نسأل نفسنا ليه بتحصل؟ لأنك بتقارني مش يومين فرح فعليين، انت بتقارني الإحساس اللي كان جواكي في يومك بصورة أو فيديو من فرح حد تاني، صورة متفلترة متقطعة على المقاس الصح بإضاءة مثالية. الكاميرا بتختار أحلى ثانية في الفرح وتخليها أبدية، لكن يومك كان فيه ساعات طويلة، لحظات مختلفة، فيها ضحك، فيها دموع، فيها ارتباك، فيها فرحة، فيها حماس، وده مفيش عدسة تقدر تجمع كله في إطار واحد. في مرة جالي تليفون من عروسة كنت عامل ليها فرح أسطوري. الديكور كان معمول على ضربات البيج والذهبي، توزيع الكنب كان متزن، الإضاءة كانت زي لوحة فنية، حتى التفاصيل بتاعت الممر كانت محسوبة بالملي. بعد الفرح ب3 أيام صوتها كان متردد وهي بتقول لي: مختار، أنا كنت فرحانة قوي لكن حسيت فرح صاحبتي كان أحلى. فبهدوء سألتها: أحلى إزاي؟ قالت لي: الصورة بتقول كده. قعدت معاها وفتحت صور فرحها وصور فرح صاحبتها جنب بعض، فقلت لها: بصي هنا، الإضاءة في القاعة دي كلها كانت نيون أزرق بيدي وهج غريب والفلتر مسح العيوب، أما هنا احنا اخترنا إضاءة دافية علشان تليق على بشرتك وفستانك وتخلق إحساس الراحة. سكتت وبعد شوية ابتسمت ابتسامة خفيفة، قالت: يمكن أنا كنت مركزة على اللي ما حصلش ونسيت أشوف اللي حصل وكان أحلى. هنا فهمت إن المشكلة مش في التنفيذ، المشكلة في طريقة النظر. وعلشان المقارنة ما تسرقش مننا أحلى لحظات حياتنا، تعال أقول لكم على شوية تفاصيل بسيطة تخليكي تبعدي عن الموضوع ده. أول حاجة إن أنا لازم أعرف إن كل فرح ليه بصمته الخاصة، ليه DNA الخاص بيه. في فرح كلاسيكي، في مودرن، في رومانسي، اللي يناسب غيرك مش لازم يناسبك. تاني حاجة إن الصورة أوقات ما بتبقاش حقيقية، فاسألي نفسك: هل الصورة بتقول القصة كلها ولا بتخبي أكتر ما بتكشف؟ تالت حاجة، الإحساس هو الحكم. افتكر اللحظة اللي والدك دخل فيها القاعة أو الضحكة اللي فجرت القاعة كلها، دي الحاجات اللي هتعيش معاكي. رابع حاجة، خلي دايما الصور ذكرى مش مقياس. التصوير بيوثق لكن ما بيحكمش على إحساسك. وفي كورس كواليس الفخامة عندنا وحدة كاملة اسمها إزاي تصنع فرح ما يتقارنش بغيره. بنشرح فيها إزاي تخلق هوية خاصة بيومك، تخلق حتى أقرب الناس ليك لما يشوفوا الصور أو الفيديو يقولوا: ده فرحكم، ده ليكم انتوا. وفي نهاية الحلقة خليني أقولك، المقارنة زي لص بيسرق من جيبك من غير ما تحسي، ولو سبتيه هياخد أجمل حاجة عندك، ذكرياتك. فلو سبت المقارنة تتحكم هتسرق منك القدرة على إنك تعيش اللحظة، وهتحول فرحك من ذكرى بتضحك لقصة بتضايقك. خليكي دايما فاكرة إن أجمل فرح هو الفرح اللي حسسك إنه بتاعك انت، مش اللي شبه غيرك ولا اللي بيقلد ترند على انستجرام. خدي وقتك تتفرجي على صورك، اضحكي، افتكري واحكي للي حواليكي عن تفاصيل اليوم، لأن بعد سنين مش هتفتكري الفلتر اللي اتحط ولا زاوية الكاميرا، لكن هتفتكري الإحساس اللي كان جواكي والدفى اللي كان حواليكي.
أنا مختار، ودي كانت الحلقة 7 من بودكاست على مزاج العروسة. استنوني الحلقة الجاية لما نفجر واحدة من أكتر الأسئلة اللي بتدور في دماغ أي عروسة ومنظم: هو ليه كل حاجة سعرها بقى عالي كده؟ وهنعرف مع بعض ازاي نحسب القيمة الحقيقية لكل تفصيلة، وازاي نعرف نفرق بين الغالي والمستاهل. لو الحلقة دي لمست قلبك شاركيها مع أي حد شايف إن فرحه أقل من غيره، علشان يعرف إن الفرح مش صورة، الفرح إحساس، والإحساس ما بيتقارنش.